اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. يا مساء الفل، يا مساء العسل، يا مساء الياسمين، ويا صباح الفل على اللي بيشوفنا الصبح، ويا مساء العسل على اللي بيشوفنا بالليل. الوقت بقى طالبه معانا نتعشى حاجه حلوه وحاجه سخنه في نفس الوقت. هنعمل ايه؟ قالوا لي ماما اعمل لنا فطير، عايزين ناكل فطير. فقلت بما اني ما عملتش من زمان بقى ومريحه الشغل شويه، قلت يلا ما بديهاش. دلوقتي جبت كيلو دقيق، خدت يعتبر كيلو الا ربع او كيلو الا ربع اللي حاجه بسيطه. قلت بقى اعجنهم في العجان. حطيتهم دلوقتي، وعشان انا عايزاه مسكر حطيت له معلقه ونص سكر ورشه ملح صغيره ونطره فانيليا. بس كده. وهنعجن بميه دافيه. لو اول مره تشوفيني بقى ما تنسيش تشتركي في القناه وتحطي لي لايك حلو كده وتعليق منك. تشجيع يعني، خلي عيلتنا تكبر بك يا عسلية انت يا مقطقطة. الوقت بقى هركب بتاع ده. وجبت ميه من الكاتل اهوت بقى، زودها شويه ميه من الحنفيه كمان، عشان اعجن الميه ما تكونش سخنه، يعني تكون فتره حلوه كده. الوقت بقى شغلت اهوت، هنزل بالميه تدريجيا كده عشان الدقيق اللي معايا. حطيت كوبايه من الكبيره ديت، ودي تاني كوبايه. والميه طلعت كتير، رجعت زودت تاني، فما تكبيش الميه كلها زي كده مره واحده. لا اله الا الله. لا ما تشغلوش بالكم، كنت معصبني بس. الوقت بقى شغلت العجين اهوت، وهعجن. الكيلو الا ربع دولت عملوا لي 3 فطاير وسط صغيرين كده يعني. إيه يا عم بترقص ليه؟ يا عم بس استهد. عايزه تعملي نص كيلو دقيق براحتك، عايزه نص كيلو دقيق يعمل لك فطيره كبيره او اتنين صغيرين. شوف لقيتها بتلزق بقى. هتعوز شويه دقيق، هزودها معلقه دقيق كمان، واشغل عليها العجين شويه كمان. لان طبعا الفطير ما بقاش عايز العجينه تبقى سايبه، عايز العجينه بتاعته يبقى شويه عشان تعرفي تشدي فيها وتعملي فيها. لا اله الا الله. دلوقتي بقى خلاص خلصت اهوت كده خلصت. شفت العجينة معايا عاملة ازاي؟ حاجة كده ملبن يعني. نقطة زيت بقى على الصينية. اه. زي ما انت عايزة تعملها واحدة كبيرة اتنين كبار، براحتك انت بقى، يعني حسب ما انت عايزة يعني. الدقيق كان نوع كويس ما شاء الله، والعجينة معجونة مخدومة حلو. كله كان سهل يعني، وكانت فطير ريحة وطعم. فلاحي فلاحي يعني. واحد عايز ينام والله. هنا كان احمد عمال ينكف فيه. هيفتح الدرج ياخد شوكولاتة وبعد كده يمشي. اهو كده بقى قرصتهم اهوت، هسيبهم يرتاحوا بقى. حط على كل واحدة من فوق شوية زيت. اهو. عايز الشوكولاتة. هبدأ بقى احط عليهم الزيت من فوق من تحت كده، وهسيبهم يرتاحوا. انا ما ريحتهمش كتير والله، 10 دقايق ربع ساعة. متأخرتش يعني. هنا بقى معايا قطعة زبدة كده على حبة زيت. هحطهم يفكوا على النار بسيط كده اهو. هنا بقى كان عدى ربع ساعة، الدقيق ما فرق، العجين ما فرقش ولا اي حاجة، لان نوع الدقيق كويس.
وهي ارتاحت بسرعة يعني، ده بقولك 10 دقايق مش كتير، وبعدين احنا الجو ساعة اصلا. عادي بقى اتقطع منك حاجة عادي، مش مشكلة، كل ده ما بيبانش في الاخر يعني. فعادي اعملي وانت قلبك جامد يعني. كل ده مش هيأثر معاكي في حاجة. اهو زي ما انت شايفة كده بقى، واللي بلاقي حروفه تخينة بشدها كده اهو. حط بقى رشة زيت على زبدة، عايزة زيت على سمنة، زيت على زبدة، زبدة بس، زيت بس، براحتك. بس يعني ايه، الزبدة بتبقى حاساه بتبقى خفيفة كده يعني، اما بيكون بالزبدة بيبقى خفيف. اه بقى لو حتة قشطة كمان يا سيد، بس للأسف ما كانش عندي قشطة والله. طبقي بقى الطرف ده على الطرف ده، وطبقي كده واهو. هعملها بقى جنبي هنا، عم اعمل لها واحدة كمان احطها في قلبها. أمم. اهو من بره لجوه ومن جوه لبره كده اهو، زي ما انت شايفة كده اهو. بصراحة كنت مبسوطة بملمس العجينة اوي. بعدين كمني ما عملتوش من زمان يعني، بصراحة كنت مش شجعة ان انا اعمله. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. بس بس كده، بس كده، بس كده اهو. ايه رأيكم؟ فطير ده ولا مش فطير؟ واتعشينا بقى سخن كده يا سيدي. كده اول فطيرة خلصت معايا، هلمها واحطها في الصينية. اركنها بقى واجيب غيرها. اهو شفتم، عجينة تحت ايدي ملبن اهي. لو وصلت لحد هنا بقى حط لايك، انا بفكرك باللايك. اهو واتني ده على ده وده على ده، واطبق هكذا نفس النظام. مفيش ابسط من كده اهو. واحدة كمان اهو. ايدك كده بتتبل زيت، ومن بره لجوه ومن جوه لبره كده اهو. يتقطع بردك، ما تشغليش دماغك بالله يتقطع، مفيش اي حاجة هتبان في القطع من القطع دوت خالص. شفت العجينة الرخام منها رقيقة خالص، الرخام باين منها خالص اهي، شفاف خالص والرخام باين منها. حط بقى في النص كده رشة زيت على زبدة اهو، واطبق كده الطروف على بعضها اه بس. ودي برضك هحطها في صينية لوحدها، يبقى كده دي تاني ايه، واحدة معايا زي ما انتوا شايفين كده. كده ده اخر واحدة. اه ما شاء الله كده يعني عسل. اطبق بقى ده على ده وده على ده، واحطها بردك في جنب، عم اعمل اخر واحدة هناك دي. بس وخلاص كده.
اهو. دي كانت اكبر واحدة متقرصة فيهم. مم. وكمان الزبدة والزيت كانوا على قد الفطير. مم. حط ديت في النص. دي كان اخر حاجة بقى. مم. وكده يبقى خلصنا ال3 فطارات بتوعنا. هنشغل الفرن بقى. الفرن معايا مشغلاه من قبلها. شوفوا الدخان طالع، يعني الفرن سخن على الاخر يعني. اهو. طلع الصاجة فوق شوية، طلع درجة اهو. حط واحدة تحت والاتنين فوق. هنا بقى نشوف العظمة طلعت اهيت. ايه رأيكم؟ ده اول واحدة اهيت، دي تاني واحدة، دي تالت واحدة. هنا بقى جبت المقص اوريكم حتة واوريكم التوريقة. شفتوا جمال عدى الكلام. ايه رأيكم؟ شايفين شفافهم مرة ازاي؟ اهو. يلا بقى نجهز اللي هنعمله جنبه. جبت طبقين، هحط في طبق عسل على طحينة، والطبق التاني هحط فيه جبنة. ايوه كده عسل اهوت، ودي الطحينة. والطبق التاني ده بقى هحط فيه جبنة. بس كده. ايه رأيكم؟ وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. يا رب يكون قدرت افيدكم بحاجة. اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.